ومامتها تتصل عليها تاني وتقول لها انا عرفت مكانه، لانها جات لها رساله على التليفون انه اشترى تذكره قطر، وده لان الفيزا مرتبطه بالتليفون اللي معاها. ويظهر ان لين فعلا في محطه القطر، فهو قاعد مستني القطر يطلع السجاير ويشم فيها، واللي جنبه يقول له ممنوع التدخين هنا، فقالوا انه بيشمها بس ومش هيدخن. وشو الدكتور كو بيروحوا له المحطه وبيبداوا يسالوا امن المحطه عنه من خلال ان هم بيشرحوا له مواصفاته، بس بيقول لهم ان هو ما شافوش. فشو تقول له هي زعلانه، تخيل انه ملوش صوره معايا، فيطمنها ويقول لها هنلاقيه ان شاء الله. ولين بيقول للراجل اللي جنبه في محطه القطر ان عنده بنت وبتتعلم الموسيقى، وانها هتكون عازفه تشيلو محترفه، وانه بيحبها وفخور بها جدا. فشو تشوفه وتناديله بصوت عالي وتروح له وتعلي صوتها عليه وتقول له انت هنا بتعمل ايه يا سيد لين، ولسه هتزعله. فالدكتور كو هداها وقال لها كويس ان احنا لقيناه. والدكتور كو يكلم المستشفى ويطمنهم، وشو تشده من ايده وتقول له يلا روح المستشفى. فيقول لها انه جعان وعايز ياكل اي حاجه قبل ما يمشي. فتقول له الوقت متاخر وهتاكل فين دلوقتي؟ فقال لها كنتاكي مفتوحه. فتقول له انت عندك عمليه بكره ولازم تكون صايم. فقال لها انه مش هيعمل العمليه الا لما ياكل كنتاكي، فلسه هتزعله تاني. فالدكتور كو يهديها ويقول لها مش مشكله سيبيه ياكل، لانه هيكلم المستشفى ويأجل العمليه. فالدكتور كو يجيب لهم الاكل ويسيبهم لوحدهم، فلين ياكل وهو عامل نفسه مبسوط، وبيقول لها انه عمره ما كان وجبات سريعه. فهي قاعده تتفرج عليه وهو بياكل ويقول لها كلي، انا عارف ان انت بتحب البرجر من صغرك. فتزوق الاكل من ايده وتقول له كل اللي انت بتفكر فيه هو الاكل، انت كنت دايما بتقول عليا اني غير مسؤوله وجهله، والمفروض دلوقتي انت اللي قدوتي. انت ما تعرفش ماما كانت هتتجنن عليك ازاي تسيب المستشفى كده لوحدك وتمشي من غير ما تقول لنا، ازاي بعد كل اللي عملته ده ليك نفسي تاكل. فيبدا يهديها ويكلمها عن طفولتها وقد ايه كانت بتحب البرجر وهي صغيره، وان البرجر ده كان جزء من امنياتها. فتقول له امنياتي ايه اللي انت بتتكلم عنها؟ فقال لها لما كنت في الصف الثالث المعلم بتاعكم طلب منكم تكتبوا قائمه امنيات، فكانت من ضمن امنياتك اننا ناكل برجر مع بعض. فعيونها الدمع وتقول له ده كان من زمان، وانها نسيت كل الكلام ده، وهي اساسا فاكره كل حاجه وبدات تفتكر اليوم ده، وانه فعلا كان من امنياتها. ويبدا يفكرها بكل احلامها في الوقت ده، وهي تعيط وتقول انا مش فاكره اي حاجه. فيديها مناديل عشان تمسح دموعها، ويقول لها انا عارف ان عندي السرطان، وان سمع الدكتور كو هو بيقول لها ان هو حاسس بنسبه كبيره انه لو دخل عمليه هيموت، وده لان مدير مدرسته وهو صغير مات هو كمان بالسرطان وهو بيعمل العمليه. وهي بتسمع الكلام ومنهاره بالعياط، ويقول لها انا عارف انا كنت مقصر قد ايه في حقك وكنت مشغول عنك بالشغل لدرجه اني مش عارف انت بتحبي تاكلي ايه، وانا نفسي اعوضك عن كل ده دلوقتي. ولانها اتاثرت بكلامه فاستاذنته تروح الحمام، فطلعت وقفت بره وهي منهاره بالعياط. فطلع وراها الدكتور كو عشان يحاول يهديها، فتعيط اكتر لانها خايفه عليه. فيجي يحاول يواسيها فلاقى نفسه ملبوخ، فدخلها من ناحيه الطب، فقال لها ان عياطك ده ممكن يرفع لك الضغط ووشك هيبوظ وهيبقى شكلك مخيف. فتعيط له اكتر وتقول له انت بجد انسان؟ ازاي تواسي الناس بالطريقه دي؟ هي دي طريقه تواسي بيها حد؟ شايفنا بعيط قدامك تقوم توصفني ان انا وحشه؟ انت جاي ورايا عشان تهني؟ فقرب منها وضمها على كتفه وبدا يعملها زي الاطفال ويقول لها ما تعيطيش انا جنبك. فلما هديت قال لها يلا نرجع بسرعه المستشفى، اكيد مامتك قلقانه، وياخدها هي وباباها عشان يرجعوا المستشفى. وباباها نايم جنبها في العربيه فنامت على كتفه، وهي مبسوطه لانها اول مره تحس الاحساس ده معاه. فالدكتور كوي يبتسم لان حس ان باباها اتغير وبقى شخصيه تانية خالص للافضل. وزميل الدكتور كوي يرجع بيته، فابوه يقول له انت هتفضل صايح كده لحد امتى؟ وده لانه رفض الوظيفه اللي كان جايبها له، وبيقول له ان الوظيفه ممله. فقال له يعني عاجبك حالك كده وانت بتلف ورا البنات؟ فقال له ما انا متعلم الكلام ده منك. وقال له صاحبي بعت له صوره ليك هتعجبك، ولسه راح يوري له. فخاف من زوجته قال له مش وقت الكلام ده، احنا بنتكلم جد. وقال له ما انت شايف الدكتور كو ابن عمتك بقى عامل ازاي؟ بقى دكتور قد الدنيا، انت بقى شغلتك ايه في الحياه؟ فقال له ماله يعني، ده عنده 30 سنه وحتى ما يعرفش يكلم بنت، لدرجه ان عمتي بتشتكي له منه ونفسها يتجوز ويجيب لها حفيد. فضحك وقال له انا خايف منك انت تملي لي البيت احفاد. فقال له ده اللي خايف منك تدخل علينا في يوم من الايام باخ او اخته صغيره. فانهار عليه وقال له انت من غيري ولا حاجه، ومن النهارده هلغي الفيزا بتاعتك ووريني بقى هتصرف على نفسك منين. وقال له اطلع بره بيتي مش عايز اشوفك تاني. ولان مامته مدلعاه فطلعت وراه وادت له الفيزا بتاعتها. ولين يوصل المستشفى واول ما مراته تشوفه تنهار وتقول له ازاي تعمل فيها كده، وده لان قلبها كان هيقف من الخوف عليه، ومن شده خوف عليه تاخده من ايده وتدخله جوه وهي منهاره من العياط. وتاني يوم ياخدوا لين يودوه غرفه العمليات، وزوجته تنهار تاني من العياط لانها خايفه عليه. وشو تهديها وتقول لها هيطلع وهيبقى كويس ان شاء الله، والدكتور كو هو اللي يعمل له العمليه. ويفتكر نفسه هو بيطمن شاو وبيقول لها ما تقلقيش ان شاء الله هعمل كل اللي في جهدي. وهي بتقول له انها واثقه فيه، ولان شاو حست مامتها قلقانه فبدات تخرجها من اللي هي فيه. فقالت لها انت حلوه وجميله، ازاي ضيعت عمرك مع الراجل ده؟ فقالت لها ابوك وهو صغير كان وسيم. فقالت لها بس انت جميله، ازاي حبتيه؟ فقالت لها ابوك طول عمره مدب في الكلام، بس بيكون عندي حاجه تانية خالص، لدرجه ان المدرسه لما كانت بتديله اي حاجه كان يجيبها لي البيت. ولانها كمان كانت بتحب الموسيقى كان بيوفر راتبه كله عشان يشتري لها شريط الموسيقى. وقالت لها اكتر حاجه بيهتموا بها الناس دلوقتي هي المظهر، ولكن الحقيقه المظهر ده مش مهم خالص، والكلام المعسول عمره ما كان مهم، ولكن اهم حاجه هو القلب النظيف. وان باباك طول عمره قلبه نظيف، وانا عايشه معاه بقالي سنين عمره ما غلط فيا، وانا محظوظه بجد ان قابلته. فشو قالت لها اكيد محظوظه،
لانكم لو ما تقابلتوش ما كنتش هتجيبوا قمر زي كده. فليه اخدت شو في حضنها وقعدوا يضحكوا. فشو قالت لها ما تقلقيش، لين هيخرج بالسلامه، واول ما هيخرج هيدينا محاضرات كل يوم زي ما احنا متعودين منه. وتكمل فرحتهم بان الدكتور كو طلع وقال لهم ان العمليه نجحت. فشاو ومامتها يطيروا من السعاده وتشكر الدكتور كو. ويجي الدكتور كو رايح مكتبه فيلاقي شاو سايبه له رساله على الباب وبتقول له شكرا يا دكتور كو مع قلوب. فيقراه ويبتسم. والدكتور كو بيمر بالليل في المستشفى لقى شاو نايمه جنب لين فغطاها ومشي. ويفوق لين اخيرا بالبنج والدكتور كو يروح يطمن عليه. وتطلع شاو مع الدكتور كو ويقول لها انا شفتك كتير وانت بتلعبي اللي تشيله على الهوا، واضح انك ما اتدربتيش بقالك فتره. وقال لها انا ممكن اساعدك انك تتدربي. فقالت له انها فعلا ما اتدربتش بقالها فتره. فقال لها قابليني بكره الصبح وانا هساعدك انك تتدربي. والدكتوره كاو تشوفهم واقفين مع بعض فتزعل. وتاني يوم يقابلها الدكتور كو وبيقول لها ان الجمعيات الخيريه بتقدم حفلات في المستشفى لاسعاد المرضى، ويقول لها ادخلي ورينا مهاراتك، وانت شايفه دلوقتي في ناس كتير موجوده ودي احسن فرصه ليكي كبروفه للعرض. فسمعت كلامه ودخلت تعزف وهو بيبص لها ومبسوط بيها وبيشجعها. ويجي له الدكتور دو فيقول له حاجه فيسيبها ويمشي بسرعه وهي تخلص عزف والناس كلها تسقف لها وتدور على الدكتور كو بس مش بتلاقيه. وتاني يوم تروح الكليه ومستر جين يقول لها انه مبسوط منها وبيقول لها انت هتكوني عازف اللي تشيله في العرض اللي جاي. فتشكره وتقول له مش هخذلك ابدا. وزميل الدكتور كو يقابل سان واكتشف ان هي بتدور على وظيفه. فقال لها وظيفتك عندي. فقال لها انه عايز يبدا مشروع وانه معاه راس المال. فسالته عن فكره المشروع فقال لها بار. فقالت له ان المشروع ده مليان مخاطر ورفضت فكره المشروع. فقال لها طب عندك فكره مشروع؟ فقالت له هنفتح كافيه. فقال لها ان كافيه ممل. قالت له يعني البار كويس عشان تعرف تصطاد بنات فيه. وسابته وقامت. فقال لها خلاص هفتح لك الكافيه، بس سابته ومشيت. فسان روحت وهي لسه بتدور على شغل. فباباها كلمها وقالت له مين قال لك ان انا مش لاقي شغل، وان جالها عروض شغل كتير وهي دلوقتي بتختار بينهم، ولانها محتاجه شغل عشان ظروفها الماديه. اتصلت على زميل الدكتور كو قاعد مع زمايله وقالت له بجد انت هتفتح كافيه؟ فقال لها طبعا مستعد من الصبح. فقالت له خلاص جهز المقابله وانا هجيب لك السي في بتاعي. فقال لها انت مش محتاجه انا واثق فيكي. وقال لها ان هي هتكون مديره الكافيه وهو اساسا شاب مستهتر. والدكتور كو ماشي مع زمايله في المستشفى. فالدكتور كو يوزع زمايله وهي تعزمه على بيبسي ويطلعوا يشربوا على سطح المستشفى. وده لانها نجحت في مسابقه مستر جين وبتقول له انها مدينه بالنجاح ده ليه وان هو السبب فيه. وده لانه ادالها الفرصه تعزف في المستشفى وتشكره لاهتمامه بالسيد لين. وقالت له انها مدينه ليه باغنيه واول ما هتجيب تذاكر الحفله هتديله واحده. فيقول لها انه مستني تذكره ويبتسم لها وتعزم عليه بالشيبس فيرفض فتحطها له في بقه. وتاني يوم شاو تجيب تذاكر الحفله وتوريها لباباها ومامتها وتقول لهم انها حطت رجلها على سلم النجاح. فمامتها تقول لها خايفه باباك يكون لسه تعبان وما نعرفش نحضر. فلين قال لها ازاي ده يحصل، لازم احضر. ويقول لي شاو عاوزك ترفعي راسي. والدكتوره كاو تيجي تطمن على لين. فشاو تشكرها على تعبها معاه وتديها تذاكر الحفله عشان تحضر. فتفتكرها لما كانت واقفه مع الدكتور كو وانه ساعتها تعزف في حفله المستشفى وتاخد منها تذكره وتقول لها يا ترى دعيت الدكتور كو. فقالت لها ان هي دعته قبل كده ولكن هتديله التذاكر بعدين. فقالت لها انا رايحه له اديني التذاكر وانا اديها له. فلقت ان تاريخ الحفله هو تاريخ ندوه عندهم وانهم ممكن ما يقدرش يحضروا الحفله هي الدكتور كو. فالدكتوره كاو تروح للدكتور كو وبتقول له ان زمايلهم بينظموا ندوه وهتكون في اول الشهر. فيرد عليها وهو مشغول انه موافق وتسيب له تذكره الحفله على المكتب وتمشي. فهو يشوف التذكره ويفتكر شويه بتقول انا مدينه ليك باغنيه. فيبتسم ويحطها في كتاب من كتبه. والطفل كيكي خف وهيطلع خلاص من المستشفى. فمامته تشكر الدكتور كو وتقول له كان نفسي ادعيكم كلكم على العشاء عندي بس للاسف ظروفهم وحشه. فلحقها الدكتور كو وقال لها ان هم يعملوا حفله لكيكي في المستشفى قبل ما يمشي. وده لانهم كلهم بيحبوه في المستشفى وده كمان بمناسبه عيد ميلاده لانه قرب. فيجيبوا التورته ويحتفلوا بعيد ميلاده. وفي الحفله الدكتور كو مركز مع شاو والدكتوره كو مركزه مع نظراته وزعلانه. والطفل كيكي بدا يوزع التورته على الدكاتره وبيدي للدكتور كو بيقول انه بيحبه وعشان كده هيجي يزوره تاني في المستشفى. فالدكتور كو قال له بتمنى ما اشوفكش تاني في المستشفى. فقال له انا مش هقدر اشوفك تاني. فشاو قالت له عايزين نشوفك تاني بس يكون بره المستشفى وكل ما توحشنا هنيجي نزورك. فالدكتوره كو لقت الدكتور كو مبسوط بكلامها فتتضايق اكتر وتيجي الدكتوره كو تطلع الشوك والسكاكين اللي بيستخدموها الدكاتره. فرفض ياخدها واكل بالشوكه البلاستيك العاديه وهو يبص لشاو. فتقول له شاركني في الكيكه بتاعتي لانها كبيره ومش هتقدر تاكلها. فقال لها مش هقدر انا هشارك كيكي ويسيبها ويروح لكيكي ويقول لها انه ما يقدرش ياكل حلويات كتير لانه لسه تعبان. فمام كيكي تقول لهم واضح انكم قريبين من بعض جدا. فوش الدكتور كو يتغير وكاو تقول لها احنا نعرف بعض من سنين. فشاو الشاي يتغير فتطلع من عيد الميلاد والدكتور كو يطلع وراها. فالدكتوره كاو تنادي عليه وقعدت تكلمه عشان تلهيه عن شاو وهو اساسا كل تركيزه معاها. ويستاذنها ويقول لها عندي حاجه مهمه هعملها فما تستنينيش. فتمشي هي والطفل كيكي يطلع له ويوشوش الدكتور كو يقول له انا عارف سرك. فقال له سر ايه احكي لي. فقال له انا عارف انك بتحب شاو. فقال له انت تعرف يعني ايه حب؟ فقال له طبعا عارف. وقال له عمري ما شفتك قبل كده بتضحك واول ما جت شاو بقيت اشوفك بتضحك معاها كتير. فتيجي مامة كيكي تاخده عشان هيمشوا وتطلع شاو والدكتور كو عشان يودعوه وشاو تديله دبدوب هديه. فيقول لها انا مش عاوز العب مع الدب انا عايز اشوفك تاني. والدكتور كو يديله هديه
هديه كتاب صحي وكتاب عن الدراسه، فيقول لهم هديه الدكتور كو اسوأ من هديه شاو، فيضحكوا على كلامه. ومامته تقول له عيب وتقول له اشكرهم، فشكرهم وقال لهم انا عندي لكم هدايا، فادى لكل واحد منهم ظرف وقال لهم ما تفتحوش الهديه الا لما امشي، وده سر ما حدش يعرفه. ويودعوه ويمشي الطفل كيكي، وشاو فتحت الهديه فلقت ان راسمها وهي شال اللي تشيله وجنبها الدكتور كو، بس هي ما فهمتش قصده وتقول له الدكتور كو وريني هديتك، فقال لها انا وعدت كيكي ان محدش هيشوفها، فتحاول تشوفها منه وهي بتهزر، فحط ايده على راسها وقال لها فك لك الغرز قريب، فاتحرجت ولمست راسها بعد ما مشي. والدكتور كو يروح مكتبه ويفتح الهديه، ولانه رسمه هو كان بيغطي شاو لما كان دخل عليها وهي نايمه، واتاكد انه شافه وقتها فابتسم. والدكتوره كو تدخل عليه وتقول له انت مستعد للجراحه بكره؟ فقال لها رتب واقول لك، ويسالها اذا كانت خدت تذاكر من شاو عشان تحضر الحفله، وده لانه اساسا مش عايزه تحضر، فعملت نفسها ناسيه. وبعدها قالت له انها خدت الدعوه. وشاو قاعده بتلعب على التابلت جنب باباها، فشافت الدكتور كو واقف قدام الغرفه، فشاورت له وبتسلم عليه، فلقته بيشاور لها عشان تفك الغرزه، فهو بيطهر لها الجرح، فقال لها انت فاهمه اللي بيني وبين الدكتوره كو غلط، وقال لها احنا كنا زمايل في الدراسه وبس، واننا دلوقتي زمايل في الشغل ومفيش بينا اي علاقه. وهي بتبص له مش فاهمه هو ليه بيقول لها كده اصلا، فقعد قدامها وقال لها من الاخر كده احنا دلوقتي زمايل وهنفضل طول العمر زمايل. فقالت له يعني انت خايف مني افضحك في المستشفى؟ فقالت له لا ما تقلقش مش هقول لحد. فهو يبلم لانها ما فهمتش قصده، وقالت له اساسا السيد لين خلاص هيخرج من المستشفى، يعني خلاص مفيش وقت للكلام. فقال لها بصراحه انت ومامتك مدلعين لين، يا ريت الاقي حد يدلعني كده. فقالت له هو انت عايز تمرض ولا ايه؟ فيبلم ويقول لها هو في حد عايز يمرض؟ فقال لها طب بعد ما تطلعوا المستشفى هتعملوا ايه؟ فقالت له هرجع المدرسه عشان اكمل حلمي في اللي تشيله. فقال لها بخصوص المدرسه فكرتني بالذي مضى. فقالت له انت محسس انك راجل عجوز. فقال لها يعني انت شايف ان في فجوه بيننا في الاجيال؟ فقالت له انها حاسه بكده من حيث العادات والمصطلحات، وتقول له انا حاسه انك اكبر من السيد لين لدرجه فكرت اناديك يا عمو، وتقول له كده وهي بتضحك. فضحك لها وهو زعلان، فتقول له صحيح وصلتك الدعوه بتاعت الحفله؟ وتقول له لازم تيجي. فقال لها فعلا انت عايزاني اجي؟ فقالت له طبعا لازم تيجي لان ماما هترعى السيد لين وعشان كده مش هتقدر تيجي، وعشان كده عايزاك تيجي انت والدكتوره كاو عشان تدعموني. فيبلم ويتصدم، ولين يلبس هدومه عشان خلاص هيخرج من المستشفى، وبتقول لشاو انها رايحه تجيب رقم الدكتور كو عشان لو لين حصل له حاجه بعد ما يخرجوا من المستشفى يقدروا يتواصلوا معاه. فقالت لها طب ما تجيب رقم التمريض؟ فقالت لها دايما مشغولين انا هجيب رقمه الخاص. فشاو قالت لها بلاش تجيب رقمه الخاص لانه دكتوره مش فاضلنا. فمامتها ما سمعتش كلامها ومشيت، وهي بتقول لنفسها اكيد مش هيديهولها. فترجع مامتها وتقول لها اكيد رفض يديهولك. فقالت لها بالعكس ده اداهوني. ويجي الدكتور كو عشان يطمن على لين ويودعه، ويدي لشاو ملاحظات رعايه المريض بعد الجراحه، وتشكره شاو وتودعه. وسان تقابل زميل الدكتور كو وجايبه له خطه لتنفيذ الكافيه، وهو اساسا قاعد نايم وعمال يتاوب، وتقول له انا لقيت المكان المناسب للكافيه، وتقول له يلا عشان نطلع نشوف، وهو يزعل ويتضايق ومش عايز يروح، ويرجع لين تاني المستشفى عشان يتعالج كيميائيا بعد الجراحه. وشاو تتفاجئ ان الدكتوره كاو هي اللي هتعالج باباها العلاج الكيميائي، وشاو تقول لباباها وهي متغيره تعالجك ست جميله وهي الدكتوره كاو. فيقول لها طب وايه المشكله؟ ليه شكلك زعلان؟ فقالت له ان هم اتعودوا على الدكتور كو، ولين بعد العلاج الكيميائي معدته تعبته. فشاو كلمت الدكتوره كاو وبتقول لها انه ما عادش عارف ياكل الاكل اللي متعود عليه، وان هي قلقانه عليه. فقالت لها ان ده امر طبيعي بعد العلاج الكيميائي، ولانها خايفه على باباها فرنت على الدكتور كو، فما ردش عليها لان الشيفت بتاعه اتغير والوقت ده وقت راحته. فبعتت له رساله، ومامتها بتقول لها انا بحب الدكتور كو لانه قلبه طيب. وشاو ومامتها قاعدين يدلكوا لين جسمه، ولان معدته رافضه اي اكل فزوجته تبدا تعرض عليه كل الاكلات المسموحه ليه، بس بيرفض كل الاكلات ويدخل عليهم الدكتور كو. فشاو تحس ان روحها رجعت لها، ويبدا يعرض عليه برضه كل الاكلات فيرفض كل حاجه، فيقول له على نوع فطير فيفرح ويوافق. فشاو تروح تجيب له الفطيره وهي فرحانه وتشكر الدكتور كو، ولين كمان يشكره، ويجي لهم الدكتور دو وهم بياكلوا لين وهو يتفاجئ انه كل اخيرا. فشاو تقول له الفضل يرجع للدكتور كو، فيستغرب ان جالهم لانه مشغول جدا، ويقول لها واضح انه بيهتم بكم جدا لان حصلت حادثه وهو دلوقتي موجود في العمليات. وشاو تروح البيت وتبعت رساله للدكتور كو تشكره فيها، وتيجي تعزف على تشيلو تلاقي ايدها بتوجعها، والدكتور كو يجي يفتح الكتاب بيلاقي تذكره الحفله بتاعت شاو. فالدكتور كو يروح حفله تشينو اللي منظمها الجامعه ويبعت رساله للدكتوره كو انه مش هيجي الندوه، وشاو فرحانه وبتجهز نفسها للحفله، ومستر جين يقول لهم انه هيعمل بروفا قبل الحفله، والدكتور كو يدخل القاعه عشان الحفله هتبدا، فيتفاجئ ان شين قاعده ورا ومش بتعزف على التشيلو وانها ماسكه المثلث، وده لان شاو لما جت تعمل بروفا ايدها ارتعشت، والسبب ان هي اتدربت كتير لحد ما ايدها وجعتها. فمستر جين قال لها لازم ترتاحي واياك تدمري حياتك المهنيه لان مش عشان حفله تخسري كل حاجه فتطلع بره وتقعد تعيط. فالدكتور كو زعل عليها لانها ماسكه المثلث وعماله تعيط. فتخلص حفله الاوركسترا وزميلتها هان تقول لها انا عايزه اتصور معاكي صوره لانها حستها زعلانه، فوهي ماشيه خبطت في قالت زميلتها وقعتها. والدكتور كو رايح لشاو على المسرح فقابله واحد وقال له ما شفتكش من زمان، وعرفه على بنته هان وبيقول له انها عازفه التشيلو الرئيسيه في الفرقه، فترحب بيه وهو مش مركز معاها اساسا ومركز مع زميلتها اللي بتشتمها وتقول لها ادائك ضعيف. فدخل الدكتور كو عليهم وقال لها ادائك عاجبني. فقالت له عجبك ايه في المثلث اللي عملته؟ وقال لها انت ليه عامله مشكله معاها؟ ما التشيلو بتاعك سليم ما حصلوش حاجه، وتاكدي منه لو جرى له حاجه انا هدفع لك ثمنه. فقالت له انت مين؟ فشاو قالت لها واحد من معجبيني، وخدها من ايدها وطلعوا، وتقول له انت ليه جيت النهارده؟ فقال لها جيت احضر
الحفله. فقالت له خدت بالي انك بتتكلم مع المدير، واضح ان هو اللي دعاك. فيستغرب لانها اساسا هي اللي داعيه وجايه عشانها. فتقول له حتى لو ما جيتش عشاني انا بشكرك بجد لانك دافعت عني جوه. ويقول لها تعالى موصلك البيت. والدكتوره كاو في بيت الدكتور كو. فمامته بتقول لها انها كلمت الدكتور كو عشان يجي يتعشى معاها، ولكنه اعتذر لانه مشغول. يا ترى انت عارفه هو مشغول في ايه؟ فالدكتوره كاو قالت لها انا مش فاهمها خالص اليومين دول، انا حاسه ان هو متغير. فمامته تقلق وتقول لها انا لما كلمته قال ان هو يحضر حفله عشان كده مش هيتعشى معانا. فتقول لها انا دعيته عشان يحضر ندوه مهمه، فاعتذر وقال انه مشغول. فابو الدكتور كو يقول لها حفله مين اللي راحها؟ فقالت له حفله بنت مريض عندنا في المستشفى. فالدكتور كو يتمشى مع شو في الشارع، فقعد يبص لايديها ومسكها. فهي برقت وقالت له انت بتعمل ايه يا دكتور كو؟ فقال لها تتوقعي ايه؟ فتقول له مش عارفه، وعينها بتلمع ومبتسمه. فقال لها ديك ورمه بسبب التدريب الكتير. فاتصدمت ويقول لها ده ممكن يتسبب لك في التهاب المفاصل ولازم تكشفي عند دكتور عظام. فشدت ايديها وقالت له شكرا، وقال لها ديك برده البسي الجاكيت بتاعي، ويوصلها لحد البيت وتطلع بالجاكيت بتاعه وتطلع شقتهم وهي فرحانه ومبسوطه. وتكتشف ان هي لسه لابسه الجاكيت بتاعه. فتيجي تقلعه فتلاقي تذكره الحفله واقعه منه. فتفتكر ان هي دعته لما ادت التذكره للدكتوره كاو وانه جه الحفله عشانها. فتطلع تجري تفتح الشباك، فبتلاقيه لسه واقف تحت البيت. فترن عليه وتقول له ما مشيتش ليه؟ فقال لها كنت عايز اطمن عليكي. فتشكره تاني انه ساعدها النهارده، وتقول له انت نسيت البدله. فقال لها بهاتها لي مره تانيه. ويجي لها طلب صداقه من الدكتور كو. فتفرح جدا. والدكتور كو يروح البيت وهو مشغول في التليفون وفرحان. فبابا ينادي عليه ويقول له عايزك، ويقول له انت خلاص ما بقتش صغير، ويقول له انت خلاص اشتغلت وبقى معاك وظيفه، فالمفروض دلوقتي تتجوز. وقال له الدكتوره كاو بنت كويسه وكنتوا زمايل وعارفين بعض كويس. فقال له انا اللي هتجوز والمفروض انا اللي اختار، انا وكاو مجرد زملاء وانا ما بفكرش في الجواز دلوقتي خالص. فمامته قالت له في المستشفى اللي انت شغال فيها واللي احنا شغالين فيها كل الدكاتره متجوزين دكاتره زيهم عشان يقدروا يتفاهموا مع بعض. فيبدا يدور على شقه ايجار عشان يعيش فيها. وتاني يوم ياخد شنطته وكتبه ويبدا يرتبهم على مكتبه في المستشفى، وده لانه مش هيرجع البيت لفتره. ويبعت رساله لشاو ويقول لها ما تتعبيش نفسك في غسيل البدله، هاتها لي المستشفى النهارده. فتنبسط انها تروح للدكتور كو. وقررت انها تغسله البدله قبل ما تروح له، بس للاسف بوظتها لانها حطت عليها كلور فغير لونها. وتروح للدكتور كو المستشفى وتعزم عليه بيبسي. وهما ماشيين مع بعض الدكتوره كو شافتهم وكانت هتمشي وراهم، بس في دكتور تاني نادلها وتدي للدكتور كو البدله وتقول له عاقبني زي ما انت عايز. فيشوفها يلاقيها غيرت لونها. فتتاسف له وتقول له هعوضك وهشتري لك بدله مكانها. فقال لها وريني ايديك يا شاو. فمدت له ايديها فقال لها اقلبيها. فخافت وفكرت انه هيعاقبها ويضربها. فقال لها انا طبيب مش معلم. فبص على ايديها وقال لها انت فعلا محتاجه دكتور عظام محترف. فقالت له طب والبدله؟ فقال لها ايدك اهم من بدلتي. وطلع انه حاجز لها عند دكتور عظام. فقالت له اكيد تعبت لحد ما حجزت لي، وهي مبتسمه. فتوتر وقال لها ان الدكتور ده هو اللي واقف في الطابور وحجز لها. فتشكره انه اهتم بيها. فابتسم وقال لها انه عطشان ومحتاج كوبايه ميه. فقالت له حاضر. وتقابلها الدكتوره كاو وهي ماسكه المج بتاع الدكتور كو. فتعصبت عليها وقالت لها والدك خرج من المستشفى، فيا ريت ما تجيش المستشفى تاني لو عندك مشكله. وقالت لها انا رايحه للدكتور كو، هات المج وانا اديهوله. وخدته منها وراحت للدكتور كو. وشاو راحت وراها لقت المكتب مقفول. وتقول لنفسها مالها دي؟ طب اعمل ايه دلوقتي شنطتي جوه؟ فالدكتور دوم معدي من قدامها. فتوقفه وتقول له ما انتش ملاحظ ان الدكتوره كو ما بتحبنيش؟ فقال لها اساسا هي ما بتحبش حد، وطول ما الدكتور كو بعيد عنها بتكون مكشره. فتقول له فهمت. فيتفاجئ بها الدكتور كو وتحط له المج بتاعه قدامه وتمسك تليفونها وتقرب منه وتكلمه في الشغل. ولانها قربت منه قوي فحب يبعدها عنه. فقال لها كده عينيك هتوجعك من التليفون، انا طابع الورقه اقعدي وقريها. فتشوف البيبسي قدامه وشها اتغير. فيقول لها عندك اسئله تانية؟ فتقول له لا وتمشي. فتطلع شاو على سطح المستشفى وتقعد تلعب في التليفون. فيجي لها الدكتور كو فتقول له ايه الكلام ده كله وانها كانت منتظراه. فيديها الشنطه بتاعتها ويقول لها رايك نتغدى مع بعض. فتوافق. وزميل الدكتور كو نايم في فندق. فمامته تروح تاخده عشان يرجع البيت، وده لان باباه سافر بره عشان شغل. فيطلب منها فلوس عشان هيبدا مشروعه. فقالت له ما عادش هديك فلوس تاني. فقال لها انه جد المره دي وانه هيبدا مشروع فعلا، ودي اخر مره هياخد منها فلوس، وده عشان يثبت لباباه انه مش فاشل. فمامته اقتنعت وقالت له دي اخر مره هتاخد مني فلوس. فيروحوا المطعم ويبدا يدور على الاكلات الصحيه اللي ما تتعبش المعده. ويشاور لها تمد ايديها وهي مفتوحه. فاتحرجت وضحكت وقالت له انت شايف المكان مناسب؟ فمدت ايديها عشان تمسك ايديه. فاتفاجئت انه بيلف ايديها عشان يعقمها. فوهو بياكل يقول لها انت مش قلت هتعوضيني على البدله؟ قالت له ايوه هجيب لك نفس البدله بس يا رب ما تكون مكلفه. فقال لها ما تقلقيش عوضيني بالمساعده، انا عايز اجر شقه وعاوزك تساعديني. فتفرح وتقول انا تحت امرك. فقال لها نخرج امتى عشان نشوف الشقق مع بعض؟ فقالت له انت قديم قوي يا دكتور كو، كل حاجه على النت دلوقتي. وتقول له ما تقلقش هظبط لك شقه. وزميل الدكتور كو يقابل سان ويقول لها انا عندي ليك مفاجاه، انا خلاص اجرت المحل اللي كان نفسك فيه. فتفرح جدا وتقول له ما انتش خايف انك ما تقدرش تسترد المبلغ اللي هتصرفه وتكاليف المشروع؟ فقال لها خاف من ايه؟ انا من عيله غنيه واقدر اعمل اي حاجه انا عايزها. ويقول لها فكري في اسم الكافيه. فتقول له هنسميه انجوي. فقال لها انه كويس جدا بس مش جذاب، والافضل اننا نسميه سان كافيه. فتفرح انه على اسمها. وتاني يوم شاو تروح تكشف عند دكتور العظام. فيقابلها الدكتور كو عشان يطمن عليها. فقالت له انه طلب منها ترتاح 15 يوم. فيقول لها يبقى ما تلعبيش تشيلو خالص في الفتره دي. فتقول له حاضر وتودعه وتمشي. فشاو تروح البيت ويجي لها رساله وانهم بيشكروا في الشخص اللي قام بدورها في الحفله لانها اخذت مكانها في اخر لحظه وقدرت تثبت كفاءتها. فشاو تزعل وتتضايق وتمسك اللي تشيلو بتاعها وتلعب عليه. ومامتها بره بتخبط
تعيط عليها وتقول لها انت ليه صاحيه لحد دلوقتي، ويجي لها تليفون من الدكتور كو وبيعتذر لها انه اتصل عليها في وقت متاخر وبيقول لها انا عايز اطمن على السيد لين. فقالت له انه بيتعافى بشكل تدريجي، فيقول لها كويس، ويقول لها بالمناسبه هي شاو لسه بتعزف على التشيلو، فتقول انها بتعزف عليه دلوقتي ومن ساعه ما رجعت البيت وهي حابسه نفسها في الغرفه وكل شويه تعزف على التشيلو مش عارفه ليه، وحاولت اكلمها كتير بس ما بتردش عليا، فقال لها كده غلط على صحتها والمفروض انها ترتاح، فتشكره وتخبط عليها من تاني عشان تخليها توقف، وما بطلتش عزف لما الدكتور كو رن عليها وقال لها يا ترى ارتحت زي ما الدكتور قال لك، فكدبت عليه وقالت له انها ما عزفتش على التشيلو، فيقول لها بما انك ارتحتي فيا ريت تدوري لي على شقه كويسه، ويكون افضل لو بعت لي ملف فيه 100 شقه عشان اختار ما بينهم. فتتصدم وتقول له 100 شقه ولسه هتتكلم في قفل في وشها، وده لانه يفكر انه يشغلها عن التشيلو، فتبدا تدور على الشقق لحد ما زهقت وبتقول لنفسها ده مش تعويض ده استغلال، لدرجه انها غيرت اسمه على التليفون للرأسمال الشرير، وفضلت تشتغل لحد الصبح لحد ما خلصت وبعتت له على الايميل وهي مش شايفه قدامها وبتتحدى نفسها. فالدكتور كويس يستلم منها الايميل ويرن عليها ويقول لها لازم ترتاحي وتنامي كويس، فقالت له انام ده انا هعزف، ولسه هتكمل كلامها قالت له خلاص هنام شكرا على اهتمامك. فالدكتور كو عشان خايف عليها لا تعزف تشيلو وايدها تتعب اكتر، فقال لها انا عايزك تصنفي لي كل الشقق اللي بعتها لي حسب المنطقه والمسافه للمستشفى وقيمه الايجار. فاتصدمت وقالت له هعمل كل ده ازاي؟ فقال لها ماليش دعوه انت عليك دين البدله اللي بوظتيها. فوافقت في الاخر، وبعد ما تقفل تقول له ده شخص مستغل وقاسي وما عندوش اي انسانيه، والدكتور كو مبسوط ان بدا يشغلها، وشاو خلصت اخيرا وكانت تعبانه جدا، فبيرن عليها الدكتور كو فتقول له عملت لك كده اللي انت عايزه كله، في اي خدمات تانية؟ فلا لا انت عملت اللي عليك وكله تمام. وقال لها نامي 8 ساعات زي اي شخص طبيعي وبعد 8 ساعات اشوفك عشان هنشوف كل الشقق اللي بعتها لي. فتنصدم تاني وتقول له انا ما نمتش لا ليل ولا نهار، وتقول له اديني فرصه 10 ولا 12 ساعه. فقال لها انت شكلك كده عايزه تلعبي تشيلو تاني، نامي واشوفك بكره. فتقوم من النوم ولسه هتعزف على التشيلو لقيته بيرن عليها وياخدها في عربيته ويوريها الفطار اللي جايبه ليها، فتقول له ايه الحكايه؟ قال لها عشان هنلف كتير النهارده وهتحتاجي طاقه. فيقعدوا يلفوا سوا على الشقق وتقعد تقنعه بكل شقه يشوفوها وتقول له على كل المميزات اللي فيها، وهو مش مقتنع بحاجه خالص، وكل شقه يطلع فيها عيوب كتير وهي متضايقه وهتموت منه. فتقول له خلص بقى عايز ارجع البيت عشان اتدرب على التشيلو. فقال لها مش عجباني ولا شقه لازم نلف تاني، فتسيبه وتمشي وهي متضايقه، فبيجري وراها ويوقفها. فقالت له انت بتعمل كده ليه معايا؟ فقال انا بعمل الكلام ده كله عشانك، لازم توقفي عزف التشيلو عشان ايديكي ما تتعبش اكتر، وانا خلاص هدور لوحده ومش هزعجك تاني. فتقول له نفسي اوصل لحلمي. فمسك ايديها وقال لها لازم تحافظي على ايدك عشان المعجبين اللي انا واحد منهم. فتبتسم وتشد ايديها ويقول لها يلا نكمل، فتقول له ماشي، وتاخده اخر شقه وتقول له دي جميله وفيها كل حاجه انت عايزها. وافق بقى عليها، فقال لها خلاص ماشي هاجر دي، وقالت له انزل انت تمشى شويه في الحديقه وانا هتفق مع المؤجر على كل التفاصيل. والدكتور كو يقف ويسمعها وهي عماله تشكر فيه للمؤجر وتقول له خفض له السعر ده صديقي والدكتور وراتبه مش كبير. فقال لها طب ما قلتيش الكلام ده قدامه ليه؟ فقالت له عشان ما اقدرش احرجه لانه فقد كل فلوسه والامر صعب عليه. فقال لها انت بتقولي ايه؟ ده السعر اللي لابسها غاليه جدا. فقالت له ده تقليد مش اصليه، وقالت له كمان احنا هنتجوز قريب ولازم تساعدنا. وقال لها ده انا بسمع ان رواتب الدكاتره كويسه. فقالت له لا كويسه ولا حاجه، ده بيشرب جلوكوز في المستشفى. والدكتور كو يسمعها ويضحك، وفي النهايه وافق على تنزيل السعر فتشكره. والدكتور كو يدخل فيقول له الف مبروك الشقه بتاعتك. والدكتوره كو بتدخل مكتب الدكتور كو وتشوف الرساله اللي مبعوتها له على الايميل وبتعرف انه بيأجر شقه، وتمشي هي والدكتور كو هم فرحانين، وبيوصلها لصاحبتها سان. فبتسالها مين ده؟ فقالت لها ان ده الدكتور كو. فسان قالت لها زي لحد دلوقتي ما عرفتش انه بيحبك، ايه الغباء بتاعك ده؟ فشو قالت لها معقول يكون بيحبني؟ فقالت لها طبعا ده دكتور جراح ودايما وقته مشغول، هيهتم بيكي ليه الا لو بيحبك؟ فتقول لها احنا لسه عارفين بعض قريب وبعدين معاه بنات كتير جميلات في المستشفى، معقول هيحبني انا؟ فقالت لها هو ده بقى الحب من النظره الاولى وفي كيمياء بينكم. وتقول لها انت لازم تتقال عليه، مش في كل وقت يقول لك تعالي تروحي له. فالدكتور كو يرن عليهم هم قاعدين، فقالت لها قولي له انا مشغوله. فقالت لها بس انا مش مشغوله. فقالت لها قولي كده وخلصي. فردت على الدكتور كو سالها انت فين؟ فقالت له انها مع صاحبتها. فقال لها انا عازمك على الغدا. فقالت له طالما على الغدا موافقه. فقال لها اختار المطعم وابعتي لي وبكره هقابلك نتغدى فيه سوا وما تتاخريش وروحي عشان ترتاحي. فشو تروح وتقعد تفكر في الدكتور كو وتقعد تفكر وتقول معقول بيحبني، وتفتكره هو كان قاعد معاها وانه كان بيشجعها دايما وانه كان معاها في كل خطوه من ساعه ما والدها ساب المستشفى. وسان تقابل ابن عمه الدكتور كو وتقول له عايز اسالك على حاجه، هو الدكتور كو اخوك الكبير؟ فقال لها اه. قالت له طب هو ليه حبيبه او صديقه او زوجه؟ قالت له يعني ملوش اي علاقات؟ وكلمنا عن هواياته ووالده ووالدته وبيحب اي نوع من البنات. فقال لها مالك من امتى بقيتي مهتمه بيه؟ وبعدين هو احسن مني في ايه؟ فقالت له هو دكتور شاطر وحياته المهنيه افضل منك، انت ما حصلتش حتى على شهاده. فقال لها ده لخمه عمره ما صاحب بنت. فقالت له يا ريتك كنت زيه. وتقول انا بسال عليه عشان صاحبتي. فيقول لها صاحبتك مين؟ فتقول له مش هقول لك. والدكتوره كاو تكلم والده الدكتور كو وتقول لها انه بيأجر شقه، وشو تقوم من النوم عشان تفطر مع لين وشكلها مرهق وتعبانه. فيقول لها وانت رجعت تلعبي العاب الفيديو تاني وتروحي بارات؟ وقال لها لو عملت كده هضطر امنعك من الخروج تاني. فقالت له يا سيد لين انا طول الليل صاحيه ادرس الفلسفه. فيبص لها باستغراب، والدكتور كو يبعت لها صباح الخير في رساله، فترتبك وتقول فين ازازه الميه بتاعتي، فتتهرب وتسيب والدها وتقوم.
ولين يقول لمراته بناء على خبرتي شاو شكلها بتحب فامها تفرح وتقول له بجد. ولما دخلت جوه كملت كلامها مع الدكتور كو، واللي قال لها جهزي نفسك عشان هعدي عليك وروحوا المطعم سوا. فتهربت منه وقالت له بلاش، وانها يعني هتروح بالمترو. فقال لها خلاص طب تقلي هدومك لان الجو هيبقى فيه مطره شديده النهارده. فتفرح جدا بكلامه وترجع تلوم صاحبتها سان وتقول ان هي السبب في اللي بيحصل لها دلوقتي، لانها بدات تتعامل معاه بحذر بعد ما عرفت انه بيحبها، وبقت طول الوقت مكسوفه منه ومش عارفه تقابله ازاي. ووالدة كو ترن عليه وقالت له لما تخلص شغل ترجع البيت بعد ما عرف انه هيأجر وهيسيب البيت. بس قال لها طبعا مش هقدر لانه مرتب مع شاو انه يقابلها. بس المفاجاه انه لقى والدته عنده في المستشفى، وده لانه ما راحش البيت بقاله كام يوم. وسالته فعلا اذا كان هيأجر شقه، فقال لها ايوه لاني محتاجه كل لوحدي. فزعلت جدا منه انه ما قالهمش، والحت عليه انه يرجع البيت عشان يكلم والده عشان يحاولوا يقنعوه انه ما يسيبش البيت، ولانه اضطر يروح معاها. فبعت رساله لشاو وقال لها انه هيتاخر عليها شويه. فقالت له خلاص هستناك عند مؤجر الشقه لما تيجي. فقال لها خلاص ما فيش مشكله وخلي بالك من نفسك. ففرحت جدا انه بدا يهتم بيها، وراحت بالفعل عند المؤجر وانتظرته. والدكتور كو اثناء ما هو قاعد مع والده جات له رنه من شاو وما ردش، وده لان كل شويه المؤجر يستعجلها لانه الدكتور كو اتاخر عليهم، ولانه ما ردش عليها فبعتت له رساله، ولانه بدا يتوتر وخاف ان والده يحس بحاجه. فقفل تليفونه خالص. ولما شاو رنت عليه ولقى تليفونه مغلق فبدات تقلق لانها مش عارفه ايه اللي بيحصل، وكمان الشقه اللي عجبته هتطير منه لان المؤجر عمال يلح عليها. وحاول والده كتير انه يقنعه انه يفضل معاهم وان هم يعني مديله حريته ومش مضايقين عليه ولا حاجه. بس كو فضل مصر على قراره ولم الموضوع معاه بسرعه واستاذنه ومشي عشان يروح بسرعه لشاو واللي كانت واقفه مستنيه عند المكتب وزعلانه قوي انها ما عرفتش تجيب له الشقه، وقعدت تتاسف له لان الراجل اجرها لواحد تاني. فقال لها انت تتاسفي على ايه؟ ده انا المفروض اتاسف لك، ده انا اللي اتاخرت عليكي، ويلا عشان نروح نتغدى سوا. ولما راحوا يتغدوا سوا ساب الاكل خالص وقعد يكلمها عن الجهاز الهضمي بتاع الحيوان، وهي قاعده تبص له وهي مصدومه. هو ده وقت الكلام عن الكلام ده؟ ولما فاق وحس انها متضايقه اعتذر لها لان الشغل دايما واخد كل وقته. وزعلت كمان انها جت المطعم ده لانه جابها المكان وما كلش حاجه اساسا، وجه المطعم ده مخصوص عشانها. ولما رجعت البيت بعتت له رساله وقالت له انها كانت مبسوطه جدا وهي معاه، وقالت له كمان ما تزعلش على الشقه اللي راحت، وانها مش هتسكت الا لما تجيب له شقه كويسه. وبعد ما خلصت معاه كلام قعدت هيمانه لانها قعدت تفكر فيه وتتخيله داخل عليها وعمال يغمز لها. وبعدها رجعت للواقع وقعدت تفوق نفسها وتقول ان مش اي كلام لازم نصدقه، وان مفيش حب من النظره الاولى ولا حاجه، وان اللي حاساه ده مجرد وهم، وانها بلاش تعالى نفسها بيه لانه اساسا مش حاسس بيها. وتاني يوم عرفت من اهلها ان جارتهم هتسافر وهتسيب الشقه فتره وانها هتاجرها في الفتره اللي هي مش موجوده فيها. فشاو فرحت جدا وطارت من السعاده وراحت بسرعه على شقه جارتهم وقعدت تنظف فيها لانه عارفه انه انيته بيتلكك في كل حاجه عشان يقتنع بالشقه ويكون جارها. وبالرغم من انها تعبت جدا الا انها كانت مبسوطه لان حبيب القلب هيكون جنبها. وبعد ما خلصت الشقه تنظيف وترتيب جهزتها له كمان في فايل عشان تقترحها عليه. بس الدكتوره قولة ما عرفت فبعتت للدكتور كو واحد تبعها عشان يفرجوا على شقه تبعها. ولما شاو راحت له المستشفى عشان توري له الشقه فقابلتها قو وصدمتها وقالت لها لو جاي له عشان الشقه فبلاش تتعبي نفسك لان خلاص جبت له شقه تبعي. وورت لها فيديو كمان اللي هو بيتفرج على الشقه فسابتها ومشيت وهي مخنوقه وقعدت تشتم في نفسها لانها اتحرجت جدا وحست نفسها غبيه لانها طول الوقت بتفكر فيه وعماله تدور له على شقه وهو اساسا مش شاغل باله بيها. ولما راحت البيت ورن عليها ما رضتش ترد عليه لانها لسه زعلانه منه. بس صاحبتها ثانيه هي اللي كلمته وطلبت تقابله، وده لانها مخنوقه منه جدا لان صاحبتها فضفضت معاها وقالت له انا عايز اعرف بقى انت حكايتك ايه بالظبط، ولو انت بتحب الدكتوره بجد ليه بتقرب من شاو وبتلعب بيها؟ والدكتور كو راجل محترم اساسا ومش فاهم هي بتتكلم عن ايه. فحكت له عن اللي شاو عملته وورته كمان فايل الشقه اللي عاملاه له. فاول ما شاف فايل الشقه اتفاجئ وهي قاعده في البيت عماله تهري وتنكت وعماله تغري على اخرها لانها متضايقه منه لانه ما فكرش يرن عليها تاني ونامت وهي متعصبه منه. بس المفاجاه ان الدكتوره كو جالها اتصال من المكتب وقال لها ان الدكتور كو اجر شقه تانيه. ولما قامت شاو الصبح من النوم وطلعت تبص في البلكونه شافت قدامها احلى مفاجاه في حياتها، واتفاجئت بالدكتور كو اللي واقف عمال يضحك لها واللي ما صدق اول ما عرف ان الشقه جنبها راح لها على طول وسكن فيها. ومن الفرحه ما بقتش مصدقه. ولما دخلت سالت والدتها طلع ان خد المفتاح منها وراحت له بسرعه عشان تصبع عليه وهي طايره من السعاده. وهما الاثنين اساسا طايرين من السعاده لانهم هما الاثنين بيحبوا بعض بس مكسوفين يقربوا لبعض لانها اول علاقه لهم في حياتهم. وبما انه طبعا الطبيب المعالج لباباها فعزموه عندهم بما انه باجرهم. ومن ساعه ما دخل بيتهم وهم مقضينها تبادل نظرات وعمالين يضحكوا من تحت لتحت، وواضح ان هما الاثنين مبسوطين من الموضوع ده جدا. لا وكمان خدته عشان تتسوق له وفاجئها كمان انه هيشتري لها شبشب بما انها يعني هتزوره. ومن هنا بدأوا هما الاثنين يقربوا من بعض وبقوا كمان طول الوقت مبسوطين جدا مع بعض. وبعد ما خلصوا شوبينج ورجعوا دخلت تاخد شاور عنده في شقته. ولما دخلت الحمام فكرت انها تحط مكياج لانها بدأت تتخيله معاها وان هما يعني عايشين مع بعض لحظات رومانسيه. وخارجه بقى من الشاور وهي في قمه السعاده لانها متخيله انه منتظرها على حر من الجمر. واتفاجئت انه دخل مكتبه يشتغل وما لقتش الاهتمام اللي كانت منتظراه. ولا انا طبخت لك لو عايزه تاكلي عشان انا مشغول دلوقتي. فراحت تاكل لوحدها وهي مخنوقه. واتفاجئت بيه كمان وهو طالع مستعجل لان جاله شغل ضروري في المستشفى وقال لها كمان انه هيبات بره. فاتخانقت اكتر واتضايقت وباتت الليله حزينه وهي عماله تفكر فيه لانها حبته بجد وبدات تتعلق بيه جدا. ولما رجعت الكليه تاني يوم قابلها زميلها جانج
واللي كان مسافر بره ورجع، بس رجع هو عازف مشهور جدا. واول ما شافته افتكرت ان هو اللي كان محببها في اللي تشيلو، بس برضه سابته وطلعت بره وهي مخنوقه لانها كانت طول الوقت عماله تفكر في الدكتور كو، ولانه كمان ما اتصلش عليها، وحتى لما رنت عليه لقى التليفون مشغول فاتضايقت اكتر. فخرج وراها جانج واللي بيقول لها انا مبسوط جدا اول ما شفتك، بس حاسس انك متجاهلاني ايه وعكوني نسيتيني. فقالت له وهي مكسوفه منه ما قدرش طبعا، وده لانها بالنسبه له كانت حب الطفوله، بس السفر فرقهم عن بعض. ولما رجع الدكتور كول بيته فلقاها كانت سايبه له رساله بس رمتها في الزباله، فجابها من الزباله ورن عليها بس هي ما ردتش عليه لانها وقتها كانت مشغوله في العزف مع جانج. ويا دوبك قفل معاها لقى نشر على حسابها فيديو وهي مصوره جانج وهو بيعزف وبتقول ان قمه المتعه انك تعزف مع جانج. فالدكتور كو اول ما شاف الفيديو والكلام المكتوب اتخنق لانه بدا يغير عليها. وشاو لما قعدت مع يانج وزمايله فزمايله سالوها عن العلاقه اللي بينهم واذا كانوا بيحبوا بعض ولا لا، فشاو ردت بسرعه وقالت لا، وانهم مجرد زمايل وكانوا بيدرسوا مع بعض في نفس المدرسه وانهم ما شافوش بعض من سنين واول لقاء بينهم النهارده. وقالت لجانج ما توضح لزمايلك، بس المفاجاه ان جانج ما صدقش على كلامها وقال لهم انه قريب هيسمعوا اخبار كويسه. فشاو اتصدمت من رده وقالت لهم ده اكيد بيهزر. ولما خرجوا سوا قال لها انه زعلان منها لانها ادتها له في وشه على طول وانها ما بتحبوش ولا حاجه، وكسرت قلب المسكين قدام زمايله وقال لها ده انا راجع مخصوص عشانك. ولانها اتصدمت من رده فخدت الموضوع بهزار وقالت له انت اكيد بتهزر، وبعدين ما تزعلش مني انا بحب واحد دلوقتي بس للاسف شكله هو اللي ما بيحبنيش. فبص لها هو مصدوم وقال لها ده اكيد اتعمى في نظره ولانه بيحبها. فقال لها اتمنى لك دايما تكوني مبسوطه. والدكتور كو في البيت قاعد هيتجنن، واول ما سمع صوتهم بره فطلع بسرعه يجري على الباب، فاتفاجئ انها واقفه مع نفس الشخص اللي شافه في الفيديو، لا هو كمان بيحط ايده على راسها. ففتح الباب فجاه وقعد يبص لهم وهو متضايق. واول ما شافته قالت له انت رايح فين يا دكتور كو؟ فقال لها هو مخنوق نازل اتمشى شويه بعد الاكل. ولما اهل شاو خرجوا وشافوا جانج فرحوا جدا اول ما شافوه قعدوا يسلموا عليه، وده لانه متربي مع بنتهم وقالوا له حماتك بتحبك يلا عشان تتعشى معانا، ووالدتها كمان عزمت على الدكتور كو يتعشى معاهم. فشاو قالت لها سيبيه على راحته لانه لسه متعشي، بس اتفاجئت انه بيقولوا انه جعان لانه غيران عليها وعايز يدخل معاهم. فقعدت تبص له وهي مصدومه من تصرفاته. ولما دخلوا جوه يتعشوا سوا فالدكتور كو قعد طول الوقت متضايق لانهم طول الوقت مقضينها ضحك وكلام مع جانج وناسينه خالص كانه مش موجود، ولان والدتها بتحبه جدا. فقالت له ايه كان متجوزك شاو؟ فالدكتور كو اتصدم اول ما سمع الكلمه، وجو هي كمان اتصدمت وقالت لها ايه اللي انت بتقوليه ده يا ماما؟ الموضوع ده ما فيهوش هزار خالص. والقعده قلبت غم على الاخر لان الدكتور كو عايز يولع في القعده كلها، وهي كمان قعدت تبص له وهي زعلانه وما يعرفش انها ما بتحبش غيره وان هي اللي هتموت عليه اساسا وهو اللي مش حاسس بيها. وفي يوم راحت له شاو المستشفى عشان تسال الدكتور كو في حاجه، ولانه وقتها كان معزوم على الغدا مع الدكاتره زمايله فخدوها هي كمان تتغدى معاهم. واول ما قعد جنبها ولان مدير المستشفى قال له تعالى فقال لها معلش مضطر اقوم، وقال لها وصلك للبيت بعد ما نخلص اكل. وطبعا الدكتوره كو قاعده هتتجنن منهم لانها شايفه انه لازق اول شاو، وحتى لما سابها وراح قعد في كرسي بعيد عنها فضل طول الوقت يبص لها من تحت لتحت حتى في عز انشغاله مع الدكاتره، وهي تبص له وتضحك. وكو قاعده مركزه لهم ومركزه في كل اللي بيحصل بينهم، وبقت طول الوقت قاعده مش على بعضها وعايزه تقوم تولع فيهم لانها بتحب الدكتور كو بتغير عليه. ولما الدكتور كو استاذنهم وراح الحمام مدير المستشفى عرف شاو قال لها المفروض تشكر الدكتور كو والدكتوره كاو لانهم هم اللي كانوا متابعين حاله والدك. فشاو قالت له طبعا شكرا، ورجع كمل كلامه تاني وقال لها عليهم هم الاثنين قابل كويس جدا. فطبعا الدكتوره كاو فرحت بالكلام، بس شاو بدات تتضايق لانها بتغير على الدكتور كو. ومدير المستشفى نايلها على دماغها اكتر وقال للدكتوره كاو انتوا لحد دلوقتي ليه ما اتجوزتوش؟ ولما يرجع كو لازم اكلمه في الموضوع، لازم تشدوا حيلكم بقى وتتجوزوا. وطبعا شاو قاعده بتسمع الكلام وهي اعصابها بتبوظ وبدات تتوه في عالم تاني. ولما حست ان الموضوع كبير وان كل القعده متفقوا وكلامهم واحد انهم خلاص هيتجوزوا قريب فسابتهم ومشيت وهي مخنوقه وطلعت بره تعيط وهي بتكلم نفسها وتقول معقول بيحبها ومعنى كده انه كان بيلعب بيها وبمشاعري. ولما رجع الدكتور قام الحمام ما لقاهاش فسال زميله عنها فقالوا له انها مشيت ولسه المدير هيفتحوا في الموضوع تاني. فبص في التليفون وهو متضايق لانها بعتت له رساله وقال لهم كلهم وهو متعصب ان شاو بالنسبه له مش مجرد فرد من عيله مريض وانها البنت الوحيده اللي بيحبها فالمفروض تعاملوها باحترام اكتر من كده. وطبعا الكل قاعد مصدوم من اللي بيسمعه وعلى راسهم الدكتوره كاو اللي كانت هتجيلها جلطه وهي قاعده وسابهم وطلع يجري ورا شاو واللي اول ما لحقها سابته ومشيت. ولما وقفها تاني وحاول يفهمها حقيقه مشاعره ناحيتها فانفجرت فيه وهي مخنوقه لانها حست نفسها غبيه وان الكل عارف ان هما بيحبوا بعض وهي الوحيده اللي ما كانتش عارفه وعايشه في الاحلام. وبدات تلوم ان هو ما قالهاش الحقيقه، وطبعا بتقول له كل الكلام ده وهي منهاره من العياط وما تعرفش ان الدكتور كو هو كمان بقى مجنون بيها واللي قال لها بطلي هبل وخدها في حضنه وقال لها ما انت سامعه نبضات قلب اللي هينخلع من مكانه كل ده بسببك لاني بقيت مجنون بيكي ونفسي من النهارده تكوني مراتي. فشاو اتحولت من الحزن للسعاده بعد ما اتاكدت ان كمان الدكتور كو هو كمان مجنون بيها وقالت له انا كمان بحبك ومجنونه بيك. ولانه عايز يسمعها تاني فقال لها معلش ما سمعتكيش فقالت له تاني بحبك وبموت فيك. وبقوا هما الاثنين طايرين من السعاده بعد ما اخيرا كل واحد فيهم اعترف للتاني بمشاعره.
بعد ما خلاص حسوا ان هم مش قادرين يبعدوا عن بعض، وتكمل فرحتهم اكتر واكتر وهم الاتنين يتجوزوا. وسان هي كمان وقعت في حب ابن عم الدكتور كو، والدكتوره كو لما عرفت ان الدكتور كو مش من نصيبها ارتضت بالامر الواقع وعاشت على انها تقابل الحب اللي بتتمناه. وعاشت شوهي والدكتور كو في تبات ونبات لحد ما خلفوا لنا ولد عسول. وبكده تخلص قصتنا بنهايه سعيده. وفي النهايه اتمنى تكون القصه عجبتكم، وانتظرونا في قصه جديده ان شاء الله. سلام.